السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما بصحه جيده. بغيت نشارك معكم طرطيلات اللي كيجيو ساهلين واقتصاديين بالمذاق ديال القهوه. فيهم واحد المذاق اللي رائع، كنتمنى انكم تجربوهم. الا عجبوكم ما تبخلوش عليا بلايك. شوفوا كيفاش كيجيو ما شاء الله رائعين. قبل ما نبداو ما نساوش اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونبداو مباشره في الوصفه. بسم الله على بركه الله. اول حاجه عندي هنايا هي 2 كؤوس ديال الحليب، عندي هنا معلقه عامره كافي كريم سريع الذوبان. انا هنا خدمت بهاد النوعيه. صافي غندوز هنايا عندي 2 معالق عامرين ديال نشا الذره، عندي هنايا 2 معالق عامرين ديال السنيده سكر حبيبات. غندوز نخلط كلشي مزيان على البارد حتى ما يبقى ليا والو من ديك المايزينا. بعد ما تخلط ليا كلشي مزيان غندوز مباشره نحطها فوق العافيه. صافي كنخلط فيها هكا حتى يولي ليا الشكل كريمي. عاد نحيدوها من فوق البوطه. ضروري تبقاو تحركوا باش ديك المايزينا ما تلصقش ليكم. صافي ندوز مباشره نحيدها من فوق البوطه لي طاغ ديالي ونحاول انني نعمرهم بهذه الطريقه. في هذه المرحله حاولوا انكم تسرعوا يديكم باش ديك الكريمه ما تجمدش. نحاول كل وحده نحط فيها 2 معالق. هنا من بعد ما عملت لي طاغ ديالي عندي هنايا نص كاس ديال الماء، معلقه ديال سنيده، عندي هنايا فلون بنكهه الفاني، عندي هنايا شويه ديال الملون غير قريصه ما تكثروش بزاف، كيبقى اختياري. بغيتو ديروا ما بغيتوش تقدروا تستغناو عليه. نخلط كلشي على البارد. صافي غندوز نحطها فوق البوطه. صافي من بعد ما سبق ليا بحال هكا غندوز نطفي عليه البوطه. عندي لي طاغ ديالي هنايا راه كنت مدخلاهم من الثلاجه بردوا ليا مزيان وتماسكت ليا ديك الكريمه. ونبدا نكب بهذه الطريقه. صافي حاولوا انكم ما تعمروش لي طاغ ديالكم من في الاول بالكريمه الاولى. صافي هانتوما وغندوز ندخلهم للثلاجه نخليهم يبردوا مزيان. وهانتوما هذا هو الشكل النهائي ديال لي طاغ ديالنا. انا هنا درت ليهم شويه ديال الشكلاط، خطوط ديال الشكلاط، راه كيجي المذاق رائع البنات. كنتمنى انكم تجربوهم، والى عجبتكم ما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج. انا نقول لكم بصحه وراحه وبسلامه عليكم. فيديو جديد وصفه جديده ومع السلامه.